ما يجدوش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله يوم حلو عليكم النهارده يا رب. واحنا معانا موسم الليمون، ما شاء الله، الليمون الاصفر الحلو، الليمون اصفر وحلو. شايفين ازاي؟ انا جبت يعني 2 كيلو ونص هاي الليمون، وحبيت اخللهم هاي البرطمان. وانا معايا دلوقتي، انا سلقت الليمون وهي الميه بتاعته ما كبتهاش عشان احطها على المخلل، وحطيت عليها ملح وعصفر بس، يعني كركم. احنا بنقول في مصر عصفر، هنا كركم. هي كركم اصفر حطينا عليه، وهنا دقينا توم مع فلفل اخضر، وحطيت عليه فلفل احمر. ودلوقتي انا وملح برضو، شويه ملح صغيره. ودلوقتي انا احط عليه حبه البركه زي ما انتم شايفين. هي حبة البركة، حبة البركة حلوة عشان ده ربنا مبارك. اللهم صل على سيدنا محمد. وانا اخلله، انا قبل كده خللته لكم ووريت لكم برضو ايه الطريقة، بس برضو حبيت يعني اعمل لكم برضو تاني علشان ايه تشوفوني وتشاهدوني وتحطوني لايك وشير وتشجعوا قناتي اكلات شهية من ماما. وهي شوفي قلبت كله مع بعض، يا رب ما تحرم منكم ابدا يا رب. انا عايزاها تكبر بيكم ان شاء الله. شايفين قلبته مع بعض كله. لو عندكم فلفل اخضر برضو احمر ممكن تدقوه، انا ما عنديش، حطيت فلفل اخضر برضو حلو بيمشي. ودلوقتي زي ما انتم شايفين الليمون اهو، الليمون بيكون ايه من الغلي مفتح اهو، مغلي مفتح، بيكون مفتح كده، وتروح حشينه من جوه شويه كده. شايفين على طول زي كده، وتروح ايه حاطين في البرطمان زي ما انتم شايفين. انا هخلله احشيه شايفين، هحشيه دلوقتي كله على طول، مش هياخد معاكم وقت، مش هياخد معاكم وقت خالص. وبعدين ايه بعد يعني كمان 3 ايام، 3 ايام ممكن تاكلوا منه، 4 ايام تاكلوا منه، بس يخش له الملح كده ويبقى حلو. والله ليمون تحفه 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 تحفه، يعني هيعجبكم. ليمون حلو وبيبقى طعمه حلو جنب الاكل، جنب الطعميه والفول، جنب العدس جنب البصاره، جنب الطبيخ، جنب الكشري، المكرونه كل جميع الاكل ان شاء الله يا رب تاكلوا بالصحه والهنا يا رب. ويجعل يا رب على قلبكم الليمون كده تعملوه على قلبكم صحه يا رب. والليمون بعدين حلو مش وحش. بس بدل يعني ما تملحوه. شايفه بدور انا على الخرم اللي بيتخرم مع الميه. بتملح، ما تملحوش يعني، خلوا ملحه كده حلو. مش يعني زي الزيتون، هو لا زي المخللات، الخيار اللفت كده ملح وبس. برضو انتوا لو يعني تخسسوا من الملح شوية في المخللات عشان ما تتعبوش يعني، برضو بيديكوا صحة يعني وكويس، ما بتتعبوش. الملح الكتير هو اللي بيتعب الواحد. اهو شايفين ما شاء الله اي حتة تبصي فيها تلاقيها مفتوحة، اي واحدة اهو ما شاء الله. هخلله دلوقتي انا هاي نشوفه. انا هقول لكم صحيح معلومه نسيت اقولها لكم، معلش. انتوا لما تجيبوا الليمون من السوق بتغسلوه بتنضفوه، وبعدين بتروحوا ايه نقعينه يوم بالميه، تنقعوه يوم بالميه. تنقعوه، بعد ما تنقعوه يوم بالميه، وتروحوا ايه الصبح كبين الميه اللي عليه، وتروحوا حاطين ايه، حاطين يا حبايبي تقوموا تحطوا له ميه وتروحوا تسلقوه نص سلقه، يعني مش تهروه، يعني يبقى حلو كده ماسك نفسه حلو. وبعدين بتروحوا بقى مخللينه زي ما انا خللته كده، توم وفلفل، وتدقوه تضربوه في الكبه عادي مش مشكله، او تدقوه في المدقه اللي زي دي كده ممكن تحطوا له بقى حبه ملح مع الدقه، وتروحوا حاطين فلفل احمر
مخروط تكونوا انتوا خارطينه عندكم او تشتروه. وتحطوا له كمان حبه البركه، وزي ما انتم شايفين، والميه بتحطوا لها اهو، شايفين؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هتحطوا له ايه؟ هتحطوا له ميه، الميه هتحطوا لها كركم زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. حاجه حلوه خالص، الكركم حلو بيديه صفار، وبعدين حلو شفا الكركم كمان، يعني مش وحش. اهو ملحته انا. يعني شايفين؟ مش انا ما ملحتوش خالص عشان يبقى حلو طعم الواحد ياكل منه، حتى اللي عنده ضغط ياكل منه مش مشكله، بس ما يكونش الحاجه مالحه. والليمون انتوا عارفين برضو شفا يعني. شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ممكن الميه بتاعته لو ضلت وخلص الليمون ممكن تحطوا فيها تاني، بس ما تمسكوش بايدكم، تطلعوا بمعلقه، تطلعوا بشوكه، عشان ايه؟ يضللكوا حلو، يضل حلو كده، ما يخربش، الميه ما تخربش. اللهم صل على سيدنا محمد. اهي شايفين؟ وكده هي شايفين كيف الليمون محلاه، ليمون مخلي الروعه. انا لو في مصر كنت جبت عصر من العصر اللي بيتباع ده، اللي تلاقيه كده زي الاعشاب، في عندنا بتحطوه على المخللات وعلى الليمون، بس هنا انا ما شفتهوش صراحه. كده بقى الحمد لله خلصنا. هنقفله، مش مهم تحطوا نايلون حاجه، عشان ده بيتاكل على طول، مش زي الزيتون بتحطوا له مثلا كيس نايلون حاجه كده تبع تلاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. وكده خلصنا الليمون الحلو اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. هي قلبناه عشان يخش كله في قلبه كده، هنحركه.